لو بتعملي ال5 حاجات دي اعرفي إنِّك بتدمّري حاجز البشرة. يعني إيه أصلًا حاجز بشرتي؟ حاجز بشرتي هو عامل زي الجيش أو الدفاع اللي بيدافع عن بشرتي. يعني مثلًا لو أنا عندي cotton pad زي دي كده مثلًا، حاجز البشرة هو الغلاف الخارجي اللي بيغلفها. لو أنا عملت فيه شوية حاجات من اللي إحنا هنقولهم، هالاقي إن الغلاف ده بيتشال وبتبقى البشرة عاملة كده. بتبقى ضعيفة أوي، سمكها رقيق أوي، بتحسي إن بشرتِك على طول محمرة، ملتهبة، العروق اللي فيها بقت واضحة أكتر، أي حاجة تحطيها عليها بتحرقِك، جلدِك نفسه بقى سمكه رقيق جدًا. كل الحاجات دي علامات إن حاجز بشرتِك متدمر. إيه هي بقى ال5 حاجات اللي ممكن توصّل البشرة للحالة دي؟ أول حاجة إن إحنا نكون بنستخدم الغسول أكتر من مرتين في اليوم. أقصى حاجة للغسول إن أنا أستخدمه مرّة الصبح ومرّة بالليل على الكتير، مش هاستخدمه 4، 5، 6 مرات في اليوم، ده هيدمّر لي حاجز البشرة. تاني حاجة إن أنا باستخدم منتجات كتير أوي في نفس الوقت. يعني أنا مثلًا باستخدم سيرم هيالورونيك أسيد مع سيرم فيتامين سي مع ريتينول مع نياسيناميد مع أي حاجة، أي مواد فعّالة كتير باستخدمها على بشرتي ومنتجات كتير، ده هيدمّر لي حاجز البشرة، لإن البشرة مش هتستحمل كل ده. الbasic في الاستخدام إن أنا أستخدم غسول ومرطب مناسب لبشرتي وsunscreen. أكتر من كده ممكن أدخّل مادة فعّالة واحدة أو 2 على الكتير في منتج واحد عشان أعالج مشكلة معيّنة عندي. تالت حاجة ممكن تعمليها وتدمّر حاجز بشرتِك إنِّك تستخدمي الوصفات اللي على النت، وصفات ماسك كذا أو وصفة كريم لكذا، تعملي حاجات أنتِ من المطبخ عندِك وتحطيها على بشرتِك وتفتكري إن أنتِ كده بتعملي حاجة طبيعية. لأ، الحاجات اللي في المطبخ عندنا دي مش مُعقّمة كفاية أو مش صالحة إن هي تتحط فوق بعضها على بشرتي. ممكن تنفع مع حد وحد تاني تدمّر له حاجز البشرة، خصوصًا بكترها وبالاستمرار عليها. رابع حاجة تدمّر حاجز البشرة إن أنا أكون باستخدم مكشرات كتير. يعني مثلًا الغسول يكون فيه acids، يكون فيه glycolic وsalicylic، وأكون باستخدم مثلًا كمان ريتينول اللي هو مشتق فيتامين A اللي هو أصلًا كمان يعتبر من أنواع المكشرات الخفيفة. أكون باستخدم مكشرات ألفا هيدروكسي أسيد أو أي أنواع من الأحماض والمكشرات الكتير اللي باستخدمها على بشرتي من غير وعي ومن غير ما أكون عارفة النسبة ومن غير ما دكتور يكون هو اللي ناصحني وقايل لي أستخدمها إمتى وإزاي وبنسبة إيه. خامس حاجة بقى ممكن تدمر حاجز البشرة إن أنتِ ما تحطيش sunscreen. في الصيف أو غير الصيف الشمس دلوقتي ما بقتش زي زمان، لازم أستخدم sunscreen باستمرار.